سيبيها سيبيها انت يا حبيبتي وهي هتتسند عليا. اخاف اتسند عليك اقع يا مروه. وانا يهون عليا برضك تقعي؟ طب ده احنا كلنا لو غورنا في 60 داهيه ولا حتى هيحس بحاجه، لكن انت قولي اي بس الدنيا كلها تتقلب. عشان الجبل لما بيتهز يا مروه كل الناس بتحس بيه، انما لما عش خيش وقش الريح بتشيلها محدش بيحس. عملت ايه مع بوده في موضوع الفيديو؟ قافش ومثبت ياخد المبلغ اللي قلتلك عليه. تفتكري ادي بوده الفلوس اللي هو عايزها يا مروه؟ هو من وجهة نظره شايف ان ده حق لانك هنتيه وجرحتيه، بيقول انك خدتي حقه من الدنيا يا لؤلؤ. بوده شايف كده؟ هو ده اللي قالهولي. انت عارفه يا مروه ان انا شاكه ان بوده اللي حاول يقتلني بجد؟ وانا هزر في حاجه زي دي. طب والله ممكن. طب يا حبيبتي انا هروح اشوف المشوار اللي قلتيلي عليه. مروه ما قلتليش سلامتك، ناسيه ولا مش عايزه؟ سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله ان ربنا طمنا عليكي. اديني ما متش اهو. انا اللي كنت هموت خوف عليكي. هطلع على المسرح دلوقتي يا مجدي، بس وشرف امه لطلعهم هم كمان على المسرح واحد واحد، وخلي الدنيا كلها تتفرج عليهم ولا أرجوزات السيرك. بعد الحفله هتسبقني على البيت وانا هلفلف بالعربيه شويه لما اكون وصلت، وهتعمل اللي اتفقنا عليه. انت هبله، قلت لك لا. انت عارفه انت عاوزه مني ايه؟ عايزك تضربني بالسكينه في بطني. ولو اتهببتي موتي. هيبقوا لبسوا في حيطه ومش هبقى رحت فتيس، ولو ما متش هيبقوا لبسوا في حيطه برضه، بس ساعتها هبقى مبسوطه لاني هبقى بتفرج عليهم وبتمسك. ساعتها بقى انا هنفذ خطه رقم 2. صدقني هتسقف لي. والله العظيم لو كنت سبتيني اتدرب كنت هتموتني. كنت هتسامحيني. ما انت عارف ليه ما بعرفش اسيبها، بس ساعتها يا زكي كنت هبقى ميته، لا عارفه اسامح ولا نيله. انت اللي ما كنتش هتعرف تسامح نفسك، كنت هتنتحر وتحصلني. انت بتقولي فيها؟ انا كان يوم واحد كمان كنت فعلا هموت نفسي من الخوف عليكي. ما خلاص كفايه افوره بقى مجدي، في ايه؟ انا اللي موجوعه مش انت. هنعمل ايه بعد كده؟ مفيش هنعمل، انت لحد هنا وكفايه قوي. اللي جاي بقى بتاعنا. طب بس قولي لي هتعملي ايه؟ مش هسيب حد خني او كان عايز يغدر بيا. كل واحد هيحاسب على مشاريبه. انت تعرف عني يا مجدي اني ما بعرفش اسامح، بس اللي عمرك ما فهمته اني ما بعرفش اسيب حقي. ما بعرفش اخد القلم وامشي، ولو مشيت وما ردتوش في ساعتها لازم ارجع وارده 10
وده اللي الناس عمرها ما فهمته، والأحسن إنهم ما يفهموش عشان يفضلوا يغلطوا أكتر وأكتر لحد ما أشوف سقف شرهم هيوصل لحد فين. وأنا ما شاء الله اللي حواليا شرهم خرم السقف ووصل للسما. دلوقتي بقى اللي رد كل قلم خدته. طب وطارق؟ طارق ده بقى اللي وجعني أكتر من أي قلم خدته. حاسة إني ظلمته، ووجع إن أنا أظلم أكتر بكتير قوي من إن أنا أتظلم. أنا مش فاهمة إزاي قارنته هو وأبوه ببعض. مخي كان فين ساعتها؟ إزاي ما شفتش كل الحاجات اللي كان بيعملها علشان طارق ما كانش يستاهل مني اللي أنا عملته يا مجدي. ازيك يا استاذ مجدي؟ اهلا يا دكتور. ها، حاسه بايه النهارده يا لؤلؤ؟ الحمد لله أحسن. انا بصيت على التقرير بتاعك، الحمد لله الجرح بدأ يلتئم. بس أنا عايزة أخرج يا دكتور، زهقت من القعدة في المستشفى. انا مقدر الحاله النفسيه اللي انت فيها، لكن انا رايي انك تقعدي معانا 3 ايام تحت الملاحظه قبل ما اعمل لك اذن خروج. لا 3 أيام إيه يا دكتور؟ هو يوم واحد، أنا همشي بكرة الصبح. انت هتفصلي؟ الدكتور بيقول 3 ايام يعني 3 ايام، انت كنت بين الحياه والموت. والحمد لله ربنا حياني. أموت نفسي أنا من الزهق في الأوضة؟ بعد الشر عليكي. خلاص انا بكره الصبح ان شاء الله هكتب لك على خروج، بس تلتزمي بالتعليمات اللي هقول لك عليها، وتكون معاكي ممرضه علشان تغير لك على الجرح. طيب ممكن يا دكتور لو وقتك يسمح تبقى تعدي يعني تشوفها؟ اكيد طبعا، انا كنت هعمل كده من غير ما انت تقول. عن اذنكم، انا سهران النهارده في شيفت الليل، يعني لو حضرتك احتجت اي حاجه بلغي التمريض على طول وانا هكون عندك. الف سلام عليكي. الله يسلمك. على اذنك. شكرا يا دكتور. الحمد لله على السلامة حبيبتي، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا ضنايا. أنا ما قدرتش أقعد لوحدي في البيت أكتر من كده وأنا مش شايفاكي قدام عينيا. خلاص بقى يا ماما، أنا زي الفل أهو. أنت طمنيني عليكي. هتضايقك في النيابة؟ لا والله يا حبيبتي أبدا، دول كانوا كلهم محترمين معايا قوي، وربنا يبارك له مجدي بقى، هو والأستاذ سعيد المحامي ما سابونيش غير لما مجدي وصلني البيت. بس أنا ما قدرتش أقعد وأنا قلبي واكلني عليكي، خفت لحسن ابن الحرام اللي عمل العملة دي يفكر يعملها تاني، ساعتها أبقى جنبك. بس لو أعرف ولا أشوف اللي عمل كده. كنت هتعملي ايه يا ماما؟ أقسم بالله أنا كنت هقطعه بسناني ومش هسيب في جسمه حتة سليمة. والله يا مجدي يا ابني. ما تخافيش يا ماما، ما تفتكرش اللي عمل كده هيكررها تاني. وانا الحمد لله الدكتور طمني وقال لي ان انا هطلع بكره. وصل ماما البيت في طريقك يا مجدي. لا أنا مش هتنقل من هنا إلا رجلي على رجلك. يا حبيبتي انا بقيت كويسه، روحي انت ارتاحي في البيت واول ما تصحي هتلاقيني قدامك. أرتاح؟ أنا لا يمكن أرتاح إلا لو شايفاكي قصاد عينيا واخداكي في حضني، بس برضه مش هرتاح ومش هيهدالي بال اللي لما أعرف اللي عمل فيكي كده. انا بقول بلاش ماما تيجي معايا، خليها بقى قاعده معاكي هنا عشان تسليكي لحد الصبح. سلام. أمير قوي مجدي ده.